باش نعاودوا الهضره اللي قلناها وعاود قلناها في هذه القضيه، ولكن ما فيها باس نذكروا شويه الناس. لماذا سعيد أبرنوس غيتكلم على راسو، كيتكلم على هذه القضيه نتاع الجزائر وتبوا مشى هنا ودار هنا وكلا والحرائق وكذا وكذا؟ انا نقول لك علاش. لانه اذا كنت تلوم سعيد أبرنوس، هاد سعيد أبرنوس هذا كيدير رد الفعل. ما عمر سعيد أبرنوس جا وتكلم على شي حاجه بلا ما يكون المغرب والمغاربه وهو مقيوس. بمعنى نشرح لك بالخشيبات. الحرائق مثلا، انا النهار الاول نتاع الحرائق ما دويتش، ما تكلمتش وما بغيتش نتكلم، ولكن تبعت عندكم في الجزائر محللين جزائريين في قنوات جزائريه وناس اللي كدير فيديوهات عندكم والتيك توك نتاعكم تحدثوا عن ان المغرب متورط في هذه الحرائق. كما تكلمتوا في الحرائق الاولى اللي ضربت القبائل، اللي ماتوا فيها 150 ولا 160 قبائلي، اللي مات فيها جمال بن اسماعيل، واللي تحرقوا فيها ما عرف شحال ديال سميتو في القبائل. اتهمتم المخزن، اتهمتم المغرب بانه هو اللي دار لكم الحرائق. اذا نتوما كتجبدوا المغرب، ماشي العكس، ماشي المغرب اللي كيتكلم عليكم او كيجبدكم في الهضره. عبد المجيد تبون ملي كيمشي لروسيا ما كيمشيش من اجل الجزائر، كيمشي باش يجيب السلاح ضد المغرب، لان السلاح اللي عندكم في الجزائر ما مديورش باش تضربوا نتوما الماليين ولا النيجيريين ولا غتهجموا على ليبيا. هذاك السلاح وداك الخرجات نتاع الشنقريحه نتاعكم كلها المغرب. اذا كل ما يفعل في الجزائر ليس من اجل الجزائريين بل ضد في المغرب، اما باش يغيظوه او زعما سوا ديزون باش يلهيوه او باش يتهموه. اذا المغرب راه حاضر عندكم في الدوله نتاعكم، في الاعلام نتاعكم. عوض ما تتكلم على سعيد أبرنوس رابح، سير تكلم على وكاله الانباء الجزائريه، هي اللسان نتاع الرئيس نتاعكم. انا ما لسان نتاع حد، انا فمي ولساني، انا ديال راسي كنتكلم. طفيت التليفون طفى مشى كذا، هذه ضربوا السنيه مشيت ضايعه، ما عندي اجنده، ما عندي سفينه، ما عندي داكينتا. نهار اللي غادي نعيا من هذه المواضيع غادي نمشي بحال، ولا غنقلب غادي نتكلم على شي حاجه نتاع الطبخ ولا تاع كره القدم، نو بروبليم. ولكن نتوما الرسمي القناه الرسميه نتاع بلادكم والوكاله نتاع بلادكم كتنشر 6-7 نتاع الاخبار يوميا عن المغرب والمخزن. سير دخل لموقع وكاله الانباء الجزائريه غتلقى بان 6-7-8 ديال المواد اعلاميه يوميه على المغرب. اذا شكون مقابل شكون اللي راه يتكلم على شكون، وجاي عند سعيد أبرنوس تقول له اختيونا. انا قلت لكم ذاك النهار، قلت لكم ان الجزائر الخراب نتاعها غادي يكون بسبب البوليزاريو. اذا بغيتوا ما تخربوش في الجزائر خطيونا، نتوما اللي خطيو جرتنا وخليو بلادنا ترانكيل والمغرب ترانكيل. ماشي كل مره ديروا لنا الحجره في البوط كما قال بومدين باعتراف من بومدين تاعكم، قال بان بغينا نديروا الحجره في البوط للمغرب. فهمنا اخي؟ وذاك اللعبه ديال الضحيه وتبقى تلعبوا علينا هنا الضحيه، سير شوف معنا من تلعبها. ويبقى السؤال مطروحا، علاش ما تحرقش التبسيط؟ لان الا عرفنا علاش ما تحرقش التبسيط غنحلوا جميع المشاكل بين المغرب والجزائر. انا الان شبه متاكد انه الا وصلنا لحل اللغز نتاع التبسيط الذي لم يحترق والقنينه نتاع كوكا التي لم تحترق، الا لقينا الجواب غنحلوا كاع المشاكل نتاع المغرب والجزائر، صافي فرات بلادنا. ولكن اذا بقي اللغز مستمرا غادي يبقى المشكل بين المغرب والجزائر. انا بعدا انا ما نتهنى حتى نلقى المشكل نتاع التبسيط، عاد نتهنى، واذا ما لقيتوش غنبقى هكا نك عليكم هكا. فين ما كان شي موضوع غنجبد فيه التبصير بحال المسمار جحا، غنجبد فيه القرعه نتاع كوكا. وعقلوا على هضرتي.